طيب يا حبيب قلبي، زي ما انت شايف كده معايا في الصورة مصغرة وعنوان الفيديو، جايب لك النهارده يا قلب اخوك فيديو جديد وشرح جديد. انا طبعا يا اخواتي عارف ان انا بقالي فترة كبيرة مش بنزل فيديوهات، وده بسبب طبعا يا اخواتي ان احنا داخلين على الامتحانات وانا في ثانوي عام. فانا مش فاضي لليوتيوب دلوقتي ولا للمجال دوت. بس عشان خاطر اخواتي اللي طلبت مني ان انا انزل طريقة جديدة لحظر الارقام الواتساب، فعشان كده يا اخواتي انا عملت لكم الفيديو دوت. فعشان كده يا اخواتي عاوز الناس تقدرني في الفيديو دوت يا قلب اخوك، يعني الاقي لايكات والاقي تقدير عشان ابدا ان انا اشجع وانزل لك فيديوهات تانية كتير يا قلب اخوك. فنيجي بقى لشرح النهارده يا قلب اخوك. انا جايب لك النهارده اسهل طريقه انك تحذف بيها ارقام واتساب 2025 باذن الله يا قلب اخوك. من خلال الفيديو بتاع النهارده اعلمك ازاي انك تحذر اي رقم واتساب من غير فينش ومن غير نسخ عكس، عشان عارف ان في ناس كتيره ما بتعرفش ان هي تعمل ارقامها فينش. وصعب برضو عليك انك تجيب نسخ عكس، يعني انت عايز حوالي 20 نسخه عكس. ده غير طبعا ان لازم يكون اكتر من نص النسخ ديت معاك ارقام اساسيه. فالموضوع صعب يا قلب اخوك، وانا مش هخليك تعمل الكلام ده كله ولا حتى اجيب لك بند واقول لك بلغ على الرقم والكلام القديم دوت يا قلب اخوك. انا جايب لك النهارده ثغره نار، ومش بس ان هي تحذر الرقم، لا ده تحذر الرقم اباحي يا قلب اخوك. يعني انسى ان الرقم بتاع الضحيه يتفتح تاني. فكل عليك بس ان انت تتابع الشرح من البدايه للنهايه عشان تعرف تحذر الرقم، والموضوع يبقى سهل معاك. طبعا يا اخواتي هنحتاج في شرح النهارده الصوره الملغمه اللي انا هسيبها لك في قناه التليجرام. وطبعا اخواتي اللي مش معايا في قناه التليجرام، اللينك بتاع القناه هتلاقيه في الوصف يا قلب اخوك. هتخش على القناه تاخد الصوره وتتابع معايا الشرح، تمام؟ طبعا يا قلب اخوك انا هخش دلوقتي على الواتساب، وابدا ان انا اشوف رقم الضحيه اللي انا هطيره. تمام يا قلب اخوك. هبدا ان انا اخش كده واخده نسخ واحطه على اي نسخه اشوفه شغال ولا لا، عشان الناس طبعا اللي هتقول لي ان الرقم طاير والكلام اللي احنا فاهمينه دوت يا قلب اخوك. وانا طبعا مش بعمل اي حاجه في الفيديو ولا مونتاج ولا الكلام دوت يا قلب اخوك. لو الطريقه مش شغاله انا مش هنزلها لك يا قلب اخوك، مش هعمل اي انا مش عايز ريتش والكلام ده. فانا هحط الرقم على النسخه وابدا ان انا اشوف الرقم شغال اهو يا قلب اخوك. حتى وانا بقول لك الرقم شغال. والناس اللي عايزه برضو نسخه التوثيق ديت انا هنزلها قلب اخوك لو لقيت الناس طالباها يعني. فابدا ان انا اخد سكرين شوت كده. لحظه واحده كده، انا خدت سكرين شوت والرقم شغال. طبعا يا قلب اخوك انت كل اللي عليك في الطريقه ان انت تقنع الضحيه ان هو يبعت لك الصوره اللي انت هتاخدها عندي من قناه التليجرام. ازاي بقى؟ دي مش بتاعتي، على حسب بقى الضحيه ده. ممكن يكون واحد صاحبك، ممكن يكون واحد ما تعرفوش، فكل واحد عارف هو هيعمل ايه، تمام؟ انت تبعت له الصوره وتقول له ابعتها لي. ازاي بقى؟ باي طريقه، دي بتاعتك انت يا قلب اخوك. انا خليته انا قنعته دلوقتي ان هو يبعت لي الصوره، وبعت لي الصوره زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك. طالما هو بعت لك الصوره خلاص انت كده ضمنت ان هو الرقم بتاعه هيتحسب باذن الله. فاحنا هنعمل هندوس دوسه مطوله كده على الصوره، وهنيجي عين على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين او على الشمال. تمام يا قلب اخوك. لا انا دوست حاجه غلط، معلش. هنيجي هنا على الثلاث نقط، هتلاقي في حاجه هنا اسمها ابلاغ او ريبورت، على حسب انت قلب الواتساب بايه. تمام. فهتعمل كده، وطبعا هنا يقول لك ابلاغ. ثانيه واحده كده، ابلاغ بحظر ولا لا. انت ما تخليش العلامه دي متفعله، يعني لو لقيتها متفعله كده الغيها واعمل ابلاغ. هتعمل كام ابلاغ يا قلب اخوك؟ هتعمل 10 ابلاغات. هتدوس ضغطه مطوله. ايه الحكايه؟ 3 نقط وبعد كده ريبورت. تمام، من غير طبعا حظر. هتعمل 10 ابلاغات يا قلب اخوك. ولو الضحيه فاتح نت وانت بتعمل ابلاغ هيتحذر معاك في نفس اللحظه. وانت بتعمل ابلاغات هتلاقيه اتحذر معاك. طب لو هو قافل النت هيتحذر اول ما يفتح نت. تمام يا قلب اخوك، عشان بس الموضوع ده يبقى مهم عندك، عشان ما تعملش وتشوف الرقم على النسخه يقول لك لسه شغال وتقول لي الطريقه مش شغاله. لا، هو ممكن يكون قافل النت يا قلب اخوك. تمام. انما هو هيتحذر دي ما فيهاش كلام، لان انا مجرب الطريقه ديت على اكتر من رقم يا قلب اخوك. تمام. فنبدا ان انا اعمل كده شويه ابلاغات، واقعد اعمل ابلاغات لحد ما الرقم يتحذر يا قلب اخوك. طريقه سهله يعني يا قلب اخوك، ويا ريت تستخدم الطريقه دي في الخير يا قلب اخوك. مش اي حد تحذره، لان هو هيتحذر اباحي. في ناس بتحتاج الارقام يا قلب اخوك عشان الدروس وعشان الشغل والكلام ده. فانت يعني استخدم الطريقه لو حد ضايقك، حد مثلا بيرازي فيك والكلام ده، ماشي، انما مش عمال على بطال. تمام. بعد كده يا قلب اخوك هنعمل هنعمل ابلاغ في الشات. هنيجي هنا كده على المزيد. تمام. وهتعمل ابلاغ من غير حظر برضو. ماشي. بعد كده هنخش على الشات تاني، وهنخش جوه على الرقم، وهتنزل تحت تعمل ابلاغ برضو من غير حظر.
ابلاغ من غير حصر. ماشي. هنبدأ بقى نشوف الضحية كده الدنيا ماشية معاه ايه، طار ولا لسه. هنشوف دلوقتي يا قلب اخوك. هبدأ ان انا اخش كده على النسخة. طبعا احنا شفنا في اول الفيديو ان الرقم شغال. لو لو انت جيت في نص الفيديو ارجع كده بالورا لاول الفيديو هتلاقي ان الرقم شغال. هبدأ ان انا دلوقتي اشوفه. طار. حصل شيء. طب دلوقتي انت مش مصدق. يا عم انت مش مصدق والنسخه انا مفبركها والكلام ده، الرقم طار قدامك اهو. الرقم طار قدامك مش مصدق والنسخه متفبركه. يا عم انا هجيب لك نسخه رسميه دلوقتي يا قلب اخوك. نجيب لك نسخه رسميه. لحظه واحده اجيب لك النسخه الرسميه عشان تصدق يا قلب اخوك، وعشان ما تقولش ان نسخه التوثيق انا معدل فيها والكلام اللي احنا فاهمينه ده. ورجعت لك يا قلب اخوك بعد ما جبت النسخه الفاضيه. وطبعا مفيش وقت عدى عشان بس محدش يقول لي ان ايه انت رحت طيرت الرقم وبتاع. لو انت رجعت الفيديو هتلاقي انا ما خدتش دقيقه ما بين ايه الفيديو ولما انا فتحته تاني. انا بس كنت ايه عشان الواتس ده فيه ايه شويه ارقام ما ينفعش ابينها يعني والكلام ده كله. المهم يعني يا قلب اخوك ان انا احط الرقم زي ما انت شايف. لحظه واحده بس الشبكه. رقم طار يعني يا قلب اخوك من مجرد 5 ابلاغات. اهو زي ما انت شايف طلب مراجعة. طيب انت دلوقتي الواد ده مثلا انت مش عاوز يفتح واتس نهائي. هتعمل ايه يا قلب اخوك؟ تكتب هنا تدوس طلب مراجعة، وهتحط الكود اللي انا هسيبه لك في قناة التليجرام، وهتدوس ارسال. ده لو انت مش عايز رقمه يتفتح تاني هيتقلب اباحي. انما لو انت مثلا مجرب الطريقه دي في واحد صاحبك وبتهزر معاه وهزار كده اللي انت فاهمه، فخلاص الرقم هيتفك بعد يومين ويبقى كده كفايه عليه قوي. انما لو انت عاوزه الرقم يتقفل نهائي هتدوس طلب مراجعه وتحط هنا في الخانه ديت الكود اللي انا سايبه لك في قناه التليجرام، وهتدوس ارسال. لو عمل ايه لو جبت مارك ذات نفسه يفك الرقم مش هيتفك يا قلب اخوك. وبس كده يا قلب اخوك، ده كان شرح النهارده. الصوره والكود هنسيبهم لك في قناه التليجرام. وطبعا يا قلب اخوك انت اكيد الطريقه عجبتك والطريقه طرش يعني انت اكيد ما سمعتش عنها. فانت هتخسر حاجه لما تدوس اشتراك وتعمل لايك؟ مش هتخسر اي حاجه يا قلب اخوك لما تدوس اشتراك وتعمل لايك. وبس كده يا اخواتي واخواتي، اشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي. كان معكم فرعون الجزاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.